بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله ناخد lesson السيستم اوف equation. يعني بيبقى عندي تو فانكشن. ممكن التو فانكشن يبقوا linear function ويقول لي انا عايز الانترسكت بتاعهم، او فانكشن بتبقى linear والتانية بتبقى بارابولا ويقول لي انا عايز الانترسكت. فهو ده السولوشن بتاعي يا عمر. اه اخدته قبل كده اكيد. اه خدنا في ميدل 3. اه اه، انا عندي بنتي في ميدل 3 بديهولها. يعني الانترسكت هي معناها هي السولوشن. لما يقول لي find the solution ويديني تو لاينز زي كده ويقول لي find the solution، يبقى كأنه بيقول انا عايز بالظبط اللي هي البوينت اللي هنا دي اللي هي الانترسكت دي. فانا بشوف البوينت دي كده كام، الاكس بتاعها مثلا هنا 2 والواي 3، يبقى السولوشن بتاعي هيبقى 2 و 3، يعني الاكس ب 2 والواي ب 3. ده السولوشن. هو بيحبوا جدا ان هو يجيبه في السكشن اللي هو نو كالكوليتر، يجيب لي تو equation. طبعا احنا بالكالكوليتر بنعمل لها ايه يا عمر؟ مود 51 او مود 91 لو بالكالكوليتر اي ار اكس. question of first degree. اه، دي اللي هي simultaneous equation. مم. مش فيرست ديجري. فيرست ديجري اللي هي الواي ايكوال ام اكس بلس سي، دي فيرست ديجري. simultaneous اللي هي بيبقى فيها اكس وواي، وايكويشن تاني فيها اكس وواي، تو unknowns. تو unknowns وتو equation، يبقى انا كده هقدر احلها واجيب السولوشن بتاعي. 9 1. اه، مود 91 simultaneous equation. ده الكالكوليتر الجديدة صح؟ اه، والتانية مود 51. طيب يعني ازاي؟ انا حاجة زي كده يا عمر، تعالى نشوفها وزود كالكوليتر نفتكرها كده مع بعض. بنعمل ايه؟ عندي 2x minus 3y equal 14، ونيجاتيف x plus 2y equal نيجاتيف 8. بتحب تحلها بأي اللي طريقة؟ كنا بنحاول نكنسل الاكس او الواي، اه، صح؟ بتحلها وبعد كده كده يعني. بقى هي دي الطريقة اللي اه بنعتمدها. مش بتحل بالديترميننت. ايه الديترمينانت؟ خلينا نحلها زي ما انت قلت كده وبعدين احلها لك بالديترميننت. يبقى انا هعمل ايه؟ همسك الايكويشن اللي هي التانية نمبر 2 دي ونعمل لها لا. ملتبلاي في 2، عشان لما نعملهم يس. اد مع بعض تتكنسل الاكس. يبقى هتبقى نيجاتيف 2 اكس، مديني بقى بلس بلس 4y 4 واي ايكوال. equal negative 16. تمام. اه ايوه. هنعمل ملتبلاي في 2. يبقى انا عندي امم الايكويشن دي، بس احدد اللي انا هعمل لهم اد مع بعض. هيديني ايه بقى لما نعمل اد؟ التو هتروح الاكس هتروح، اه، وهيبقى نيجاتيف 3 بلس 4 1، يعني الواي ايكوال و 14 ماينس 16 نيجاتيف 2. تمام. يبقى الواي عندي بنيجاتيف 2، نقدر نجيب الاكس. هنعوض بقى في اي ايكويشن بالواي بالنيجاتيف 2. يبقى نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال 14. يس. هتبقى بوزيتيف 6، هتروح الناحية التانية بالنيجاتيف. يبقى 2x equal ايه 14 minus 6 8. يعني يبقى ال x 2 اكس equal، 4. هو عايز x plus y، يعني 4 minus 2 اللي هي 2. تمام، دي الطريقة اللي انت عارفها. في انا يس. الطريقة التانية. بصراحة هي الطريقة دي أحيانا الواحد بينسى ساين كده ولا حاجة والدنيا تتوه منه، ولو نسيت ساين وحسبتها غلط بتضطر إن أنت ترجع تعيد كل الستبس وبتاخد منك وقت. فأنا بصراحة يعني أنا مش بحب الطريقة دي. بحب الديترمنت. ديترمنت لذيذة كده ومفيش فيها أخطاء يعني، ماثيماتكس ولا نعم. سينتاكس ولا حاجة. فلوس ولا هنا بس؟ طيب تعالى نشوف الديترمنت بنحلها ازاي. اللي هي 2x minus 3 equal minus 3y equal 14، ونيجاتيف x plus 2y equal
نيجاتيف 8. تعالى يا عمر كده نحلها. الديترمينانت نقول بسم الله كده. الديترمينانت اللي هي دلتا، بعمل ايه؟ باخد الكوفيشنت اللي هنا اللي هي 2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 3 و2. بحسب الديترمينانت ازاي؟ بمسك ال 2 تايمز 2 اللي هي 4 ماينس نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 3 اللي هي هتبقى بوزيتيف 3 كده، يعني هيبقى ب 1. بجيب الديترمينانت ازاي يا عمر؟ بمسك 2 تايمز 2، يعني انا ببدأ من هنا 2 تايمز. الديترمنت دي كانت في الماتريكس، اه، يعني هي صح؟ بعد ما بتاخد الماتريكس بتاخد الديترمينانت بتاع الماتريكس. لا، ما انا خدتهم. اه، ما هي دي احنا اخدناها ان انا احل 2 equation و 3 equation بالديترمينانت. مم. فانا يعني بحب الطريقه دي. فانا هنا الدلتا اللي هي بعمل كده، جبت الديترمينانت بتاع مين؟ اللي الكوفيشنت بتاعت الاكس والواي. نجيب بقى الديترمينانت اكس. اه ديترمينانت ديترمينانت اكس بعمل ايه؟ الكولوم الاولاني ده هبدله، اللي هو مش ده اكس وده الواي، يس. هبدله بقى بين اللي هي 14 ياسين وديها عند ونيجاتيف السينما. 8 ايه وديها. ونيجاتيف 3 و2. يلا نجيبهم كده. هتبقى يلا بينا. 2 تايمز 14 اللي هي 28 ماينس 8 تايمز 3 اللي هي 24. يبقى هتديني كام؟ هتديني فور. 4. عايزة أجيب الإكس أعمل إيه؟ يبقى دلتا إكس أوفر دلتا. كأني بالظبط إيه بكنسل الدلتا دي مع الدلتا عشان نفتكره ما ننساش. يبقى هتبقى 4. هي ميزة الطريقة دي إن أنا لو حسبت سي مثلا الإكس غلط، الواي ملهاش علاقة بالإكس، كل واحدة غير التانية. لكن الطريقة الأولانية اللي إحنا بنحل بيها يا عمر، لو أنت جبت في الأول الواي غلط، يبقى الإكس وراها هتيجي وراها غلط. هو انا هعمل نفس الستبس ده عشان اجيب الواي؟ اه، ما انا كده جبت مين؟ جبت الاكس، اللي عايزه اجيب دلتا واي. دلتا واي هعمل ايه؟ هغير الكولوم نمبر 2 ده اللي هو بتاع الواي بال 14، يعني هكتب هنا 2 ونيجاتيف 1 وهنا 14 ونيجاتيف 8. يلا كده هتبقى نيجاتيف 16 نيجاتيف، وهنا عندي نيجاتيف 14، يعني هتكون وايه حطيت ليه؟ 2. هتكون نيجاتيف 2. ما دي نيجاتيف نيجاتيف 2، اه. 16 بلس 14، يبقى هتبقى نيجاتيف 2. يبقى الواي هيبقى كام؟ اللي هي دلتا واي اوفر دلتا اللي هي هتبقى نيجاتيف 2. بس كده. ميزة الطريقة دي ان الاكس مش معتمد على الواي، يعني انا لو حسبت الاكس رونج الواي خلاص ملهاش علاقة بيها. لكن الطريقة الأولى كانت مشكلتها لو أنت جبت الواي مثلا غلط، هترجع بقى أنت بتعوض بيها بقى وتجيب الإكس، الاتنين ضربوا في بعض غلط. بس انا الطريقة الطريقه التانيه دي بحبها كده بقالي اكتر من 3 سنين، فحاسس اللي هو ما هو يعني أنا كل صح. ما أقول للطلبة الطريقة دي أفضل، يقول إحنا متعودين على الأولانية، بس الأولانية بتبقى فيها ميستيكس كتير. بس هي محتاجة واحد يبقى يعني إيه متدرب كويس. يعني أنت أعتقد إن شاء الله متدرب كويس في الصين وكده مش هتغلط في الصين. بس يعني أشطر الطلبة بيغلطوا فيها في الصين. عينه بتجيب حاجة صاين كده وتتوهها فانت يعني جرب نفسك، لقيت ان انت بتغلط في الطريقة القديمة، خلاص يبقى خلينا في الديترمنت. عادي، اجرب عادي. جرب الاتنين. يعني انا في سؤال هنا. اه، طب تعالى نشوف السؤال التريكي ده. ينفع كده يا بلال؟ لو هنا انا جايب لي كده، جايب لي ده كمان ده كالك. ده كالك، اه. لا، كان في واحد زيه كده نو كالك. وانا كالك بعمل مود 9 1 بس اه وبكتبهم، اه صح؟ ايوه ايوه.
انا عايزه اللي هو نو كالك، كان في نمبرز زي كده اهو نو كالك. تعالى شوف كده نمبر هي دي 16 ما يعني. كانش موجودة في الكالكوليتر القديمة صح؟ اللي هي ايه؟ اللي هو المود 9 1 ده. لا الكالكوليتر القديمه ما فيش فيها 9 اساسا، هي ماكسيمم فيها تقريبا 8. يعني انا عندي اهو، فين هي الكالكوليتر؟ انت بتسأل على ايه بالظبط؟ يعني انا هنا عندي أصل المود اهو اخرهم 8. أصل أنا قلت لو كان فيها حاجة زي دي وأنا كنت اللي هو ناشونال، فليه ما كناش بنحل بيها؟ اللي هي كنت ايه؟ مستغرب. اللي هي ال 9 1 اللي أكتب الاتنين إيكويشن وهو يطلع لي كل حاجة. تكتب تو ايكويشن بتاعت اللينير ايكويشن. طب ما هي بتاعت السيستم موجوده. طب ما موجوده هنا مود 5 1. ادي مود 5 1. بجد؟ اه والله. بس ما كناش بنحل بيها خالص، كنا دايما بنحل بالطريقة دي. وبتحل والله مش عارفه ايه العذاب ده، وانا برضو فاكره زيك لما كنت في المدرسه كده. كنا بنحل بايدينا وتطلع عينينا، إيه يا عم في ايه؟ وتطلع غلط ونرجع نحسبها من تاني. كالكوليتر والله موجوده فيها اهي. فيها الايكويشن هي مود 5 1. مود 5 اه 1. يعني ادي 5. انت احنا مش كده كده احنا مود 5. مود 5 فيه 3 حاجات او فيه 4 حاجات بنستخدمهم، كلهم دول بنحتاجهم. اللي هي فيها اكس وواي دي اللي احنا بتاعت الليسن النهارده. وممكن يبقى 3 فاريبل اللي هي اكس وواي وزد. وبعد كده اللي هي اكس باور 2 اللي هي كوادراتيك ايكويشن. كوادراتيك ايكويشن دي برضو كانت فيلم بقى، ونستخدم اللي هو الرولز اللي هي نيجاتيف بي بوزيتيف او نيجاتيف بي سكوير. يا سلام. طب ما عندنا اهو الايكويشن هي تجيب لنا روت على طول. نفس الحكايه اه بقى. مش عارفه ليه كانوا معقدين الدنيا يعني. عايزين يعلمونا صح. يعني نجيبها من تحت، طب ما احنا ممكن نعرف كده وكده. انت اه الحاجات دي محتاجينها لو انت بروجرامر ولا حاجه. احنا في البرمجه لما بنيجي كنت بشرح للطلبه البروجرامينج، كنا لازم نبقى عارفين البيزكس كويس بتاعت الماس، عشان يعرف يبرمج يخلي البروجرام بتاعه يحسب حاجه معينه. فبتبقى انت عارف البيزكس خالص، يعني فاهمها هي جت منين وهيضرب ايه في ايه ويحسب ايه والديفايد عشان والحاجات يكتب دي. البيزكس اه في الكود. ايوه في الكود بكتب كود عشان اقول له اعمل، يعني انا بشرح له ستيب باي ستيب، بقول له اعمل كده الاول ودخل دي واضربها في 2 ولو كانت كذا اعمل كذا. بحط له كل البوسيبيليتيز اللي موجوده عندي. طيب تعالى كده نحل السؤال اللي احنا كنا فيه اهو. هذا سؤال تريكي ده وهو بيحب يكرره برضو. ده انه كالكوليت. لو انت جيت تحلها بالطريقه ان انت تقول والله انا عايزه اكنسل اكس ولا واي، مش هينفع. هي بتنفع، يعني احنا احيانا كنا بنعملها في الناشونال كتير، اللي هي يجيب لي كده يا عمر مثلا يقول لي 2x بلس 5y equal 3. ومثلا 3x بلس 7y equal مثلا 9. يعني اي حاجه. فكنا بنعمل ايه عشان نكنسل حاجه؟ كنا بنحتار كده، بنعمل هنا ملتبلاي في 3 ونعمل هنا ملتبلاي في نيجاتيف 2. صح كده؟ اه كنت بعمل كده. اه بنعمل كده عشان يعني طبعا احنا لو في الكالكوليتر مش هنعمل الكلام ده ده. سؤال دراسة الساعة 2 صح مش هتعمل ونص. ملتبلاي هنا في هجيب الساعة 2. 3 ونحسبهم بقى، عشان انا في الاخر كل الفيلم ده عشان اقدر اكنسل مثلا الاكس. فانا لو جيت اعمل هنا في الطريقه دي، هنا في الكلام ده مش هينفع لان دي نو كالكوليتر، فانا هتبقى الدنيا صعبه قوي عليا ان انا يعني اعمل هنا ملتبلاي في 7 وهنا ملتبلاي في 13. الموضوع كبير. هي فيها تركايه ان انا بعمل ايه. لو هتحلها بالطريقه بتاعتك هنعمل اد للتو ايكويشن مع بعض. لا اما بنعمل اد لا اما بنعمل سبتراكت لما تبقى الدنيا صعبه كده شويه. طبعا بالديترمينانت هتتحل مفيش مشكله خالص. مم. نعمل اد، يلا نمسك التو ايكويشن لما الاقي حاجه صعبه ان انا اعمل ملتبلاي فوق وتحت عشان اكنسل اكس، فنعمل اد. يلا نعمل اد للتو ايكويشن. 2x هنا و3 هيبقى 13. 5x. ثواني ثواني، هنا 13 اكس بلس 7 هتبقى كام؟
اه الايكويشن نفسها انا بصيت على اللي مكتوب فوق بالاحمر. اه لا خلاص، ده احنا مش هنعمله، ده سهل ده مم. يعني لو جات لي حاجه زي كده خلاص تمام. انا بس هنا، طب هنا لو جيت اعمل الكلام اللي فوق ده مش هينفع. 13x و 7x كده 20x. اه فانا هعمل لهم اد، هتبقى 20x. يلا وبعدين نيجاتيف. نيجاتيف 7. نيجاتيف 7 ونيجاتيف 13 يبقى هتبقى نيجاتيف 20. نيجاتيف 20. y equal 12 بلس 6 اللي 18. هي 18. انا لما عملت لهم اد، يعني انا في الاخر انا عايزه x بلس y، فالدنيا مش مظبوطه، لا يبقى مش هتنفع الاد. هنا في الايكويشن دي كده مش هتنفع الاد، يبقى نعمل سبتراكت. يبقى التو ايكويشن دول اعمل لهم سبتراكت. يبقى انا في الاكزام بجرب ده، هو سي ممكن كان في الاكزام كان يطلب مني كده، يقول لي انا عايز 4x ماينس مثلا 4y. لو كان عايز 4x ماينس 4y يا عمر، تعالى نحسبها كده الاول وبعدين نرجع ناخد اللي هو عايزه ده. لو كان عايز 4x ماينس 4y، انا خلاص انا وصلت للايكويشن دي، اعمل ايه؟ هنعمل ديفايد 5 هنا وديفايد 5 هنا وديفايد 5 هنا، يبقى كده. ممكن اه. اه اعمل ديفايد 5، يعني هتبقى 4. 4x minus 4y equal 18 divide 5. يبقى 4x minus 4y اهي، خلاص جبناها اهي، من غير بقى ولا اجيب الاكس الاول كام واجيب الواي كام وافضل اجمعهم، لا كده. بص خلصنا ازاي التركية اللي يعني احنا ممكن عاملينها. السؤال، يعني السؤال اللي بيجيبه كده بيبقى بيجيب لي في الاخر اللي هو مثلا عايز الشكل ده يطلع كام، واحنا نوصل السؤال للشكل اللي هو اه عايزه. ايوه برافو عليك. بس امتى بعمل الحركه دي؟ لما بيبقى هنا في يعني ارقام كده صعب ان انا يعني اتعامل معاها. هنا فوق بص، هنا في 2 و 3، اه سهل ان انا ممكن اتعامل معاها، لكن هنا لو انا حاولت اعمل مالتبلاي هنا في 7 وهنا مالتبلاي في 13، الموضوع كبير قوي هيكبر مننا. انا كده مم. جبنا 4x minus 4y تمام. هو بقى مش عايز الماينس، عايز بلس. خلاص يبقى نرجع بقى لكلامنا الاول. احنا جربنا الاد، يبقى ننسى الاد ده خالص ونروح للسبتراكت. يلا اعمل سبتراكت كده. 13 minus 7 6. اه يبقى هتبقى 6x، وبعدين نيجاتيف 7y minus. بلس، اه ماينس ماينس هتبقى بلس، يبقى اه هتبقى 6y equal equal 6. 6 برضه. نعمل ديفايد 6 x plus y equal 1. equal 1. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي اعمل لها multiply 4، يعني كل الكلام ده equal ايه؟ 4. يعني 4، يعني 4x plus 4y equal 4. ايوه كل الكلام ده equal 4. تمام كده. يبقى خد بالك منها دي، عشان دي جت كذا مرة في الاكزام، وهي يعني تريكي. لو الطالب بقى يحاول يستموت بقى فيها ويعمل مالتبلاي هنا في 13 وهنا في 7 بقى، ده هياخد منه مثلا 5 دقايق ولا حاجة يحل فيه. الطريقة دي تمام يا عمر. تمام، فأنا حلوة الطريقة دي. اه يبقى أنا دايما بجرب ايه في الأول، أعمل اد أو سبتراكت وأشوف ايه ايه اللي هيجي معايا. بنعمل اد اور سبتراكت قبل ما ندخل بقى في معمعة إن أنا هكنسل إكس وواي والكلام ده. مم. ده وزود كالكوليتر، لكن اللي بالكالكوليتر مود 5 1 او مود 9 1 والدنيا خلصانه يعني معانا. تمام تمام. تعالى بس ناخد اللي هي امتى بيبقى عندي infinite number of solution وامتى عندي يكون one solution. يعني say انا مديني هنا one equation اهي a1x plus b1y، ادي equation اهي اي حاجه say مثلا بتبقى 2x plus 3y equal 5 و x plus y equal 3. انا عندي تو equation اهو، خلي دي مثلا 4 ودي 5 عشان تبقى حاجات مختلفة.
التو الايكويشن اللي قدامنا دول يا عمر ممكن يبقى لما اجي ادخلها على الكالكوليتر هتديني اكس وواي فاليو، اللي هو ده الطبيعي بتاعي، بتديني واي فاليو. احيانا الكالكوليتر بتديني ماس ايرور، يعني لما يبقوا تو لاين سي مثلا، تعالى ندخل التو لاين دول يا عمر. آه، تعالى نجرب كده على الكالكوليتر، شوف الكالكوليتر بتاعتك هتقول ايه. هتقول لك ماس ايرور ولا انفينيت نمبر اوف سوليوشن. سي مثلا لو قلت لك 2x بلس 2y. عايزاك تدخل التو ايكويشن دول على الكالكوليتر وشوف الكالكوليتر بتاعتك هتقول لك ايه. هنعمل مود 91. infinite solution على الكالكوليتر الجديد. infinite number of solution. لكن الكالكوليتر القديمة هتقول لك بس هتقول هي ايه؟ الأدق. هتقول لك ماس ايرور. هي الكالكوليتر الجديدة أدق طبعا، لأن كده infinite number of solution، لأن هما فعلا التو لاينز اللي أنا كاتباهم دول أو تو equation هما الاتنين حاجة واحدة. يعني أنا اللي فوق ده لو عملت له ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا هتلاقيه رجع لأخته الصغيرة، هما الاتنين حاجة واحدة. يعني أنا في الآخر هي one equation، فبيديني infinite number of solution. امتى يكون infinite number of solution؟ او معناه ايه؟ معناه ان التو لاينز حاجه identical، هما الاثنين حاجه واحده، اه زي اللي احنا اخدناه من فوق دلوقتي ده، اللي هما حاجه واحده. تلف الدور هترجع اي تعمل مالتبلاي هنا ولا ديفايد في اي نمبر هتلاقيها رجعت هما كانها equation one equation. فانا بعرف ازاي ان هي infinite number of solution لما الاقي ان A1 over A2 equal B1 over B2 equal C1 over C2. دي هنستخدمها في حل الاسئله. يعني أنا لو قارنت السؤال اللي فوق ده اللي هو 2x plus 2y equal 10 و x plus y equal 4، ال A1 اللي هي 2 وال A2 اللي هي 1، يعني عليهم هتبقى 2 over 1 over 1 equal 10 over 5، كلهم كده في الآخر equal 2، اللي هي infinite number of solution. يبقى أنا بحفظ كده ال infinite number of solution، دايما بفتكرها كده ان ال A1 over A2 كلهم ايكوال بعض، كلهم اخوات وحبايب. ال A1 over ال A2 equal B1 over B2 equal C1 over C. تمام؟ ده اللي هو infinite number of solution، معناه ان ال two lines are identical، يعني الاثنين حاجة واحدة، يعني هنا في infinite intersection. تاني واحدة بقى اللي هي one solution، اللي هي الحاجة one الطبيعية. point of intersection. one point of intersection اللي هي هتلاقيهم كلهم زعلانين من بعض، اللي هي دي A2. A1 over A2 not equal B1 over B2 not equal C1 over 10. دي هنستخدمها في حل الأسئلة. آخر واحدة بقى لما يقول لي no solution. يبقى ال A وال B قد بعض بس ال C مش قدهم. هو no بقى solution معناه، هو بيسألني برضو معناها إيه؟ no solution يعني هما الاتنين بارل يعني مفيش intersection أبدا، إحنا بندور على الانترسكت، فبارلي يبقى no solution يعني no intersect. فاللي بيبقوا زي بعض الريشيو ما بين ال A وال B بتبقى ايكوال بعض بس نوت ايكوال سي، لان هي لو بقت ايكوال سي في الاخر يبقى انت كده رحت على اللي هي infinite number of solution. يعني مثلا يجيب لك equation زي كده يقول لك x plus y equal مثلا 5 و 2x plus 2y equal 7. التو لاينز دول بارل. ليه انا عرفت ان هم بارل؟ تعالى كده يا عمر، شايف انا همسك الكوفيشنت اللي هنا ده اللي هو 1 over 2 equal 1 over 2. انا اخدت الكوفيشنت بتاع الاكس، هنا في 1 over 2، وهنا الكوفيشنت بتاع الواي 1 over 2، وفي الاخر not equal 5 over 7. يبقى التو لاينز دول بارل. ما احنا عارفين ان هما لما بيبقوا بارل السلوب بتاعهم بيبقى ايكوال، لكن الواي انترسبت دي واي انترسبت، الواي انترسبت مختلف. يعني زي هنا كده، شايف اللاين ده؟ ادي الواي انترسبت في مكان والواي انترسبت التانية في مكان تاني. مم.
عشان كده السي نوت ايكوال بعض، مفيش ريشيو. تعالى نحل عليهم دول كده عشان دول بيحب لا دول لازم هيجوا في الاكزام دول. الثلاث حاجات دول هيسألني عليهم اكيد هتيجي منهم حاجة في الاكزام. تعالى ناخد واحدة واحدة كده. يلا اقراها كده واختار الإجابة يا عمر عشان ندخل على الورد بروبر. has a unique solution how to do graph solution. يعني هما ايه unique solution؟ اليونيك سوليوشن يعني وان سوليوشن. امم يبقى سي. يعني وحيد، حاجة واحدة. اه يعني سي. اه intersect at a single point. تمام. آه has no solution معناه ايه؟ تمام. has no solution. no solution يعني parallel. طب infinite number of solution. يبقى infinite number of intersection يعني have. ان ال A1 over A2 equal B1 over B2 equal C1 over C2. صح. طيب يلا نحل اللي هو نمبر 19. بيقول لي which of the following system has infinite number of solution. infinite number انا يعني عن نفسي بحب ان انا يعني بنسى حتى الرول اللي هي بتاعت ال A1 over A1 A1 over A2 equal B1 over B2 equal. انا مم. بتخيل بكتب التو equation وبحطهم تحت بعض بلاقي ان واحده فوق مثلا x plus y equal 5، التانية هتبقى مثلا 3x plus 3y equal مثلا 50 مثلا كده. فال اه انا اللي تحت دي لو عملت لها divide 3 هتطلع هترجعني اللي فوق. هي اللي فوق انا عملت لها multiply 3. الله أكبر. معلش يلا نوقف ونصلي بس تمام. يلا نمبر 19. هو بيقول لي هنا infinite number of solution، يعني انا عايزين يعني two equation يبقوا identical، حاجة واحدة. تعال نشوف اول واحدة كده يا عمر. اول واحدة هنا الريشيو ما بين ال A1 وال A2، يعني هنا هتبقى كام؟ هتبقى 2 over 1 not equal negative 3%. يعني دي حاجة ودي حاجة not equal 1 over 4. احنا عايزين الكونديشن اللي هو ايه A1 over A2 equal B1 over B2 equal C1 over C2. هتبقى دي. اه هي دي. تمام. طيب عندي ده بيقول لي if the system no solution، عايزين نجيب ال M. no solution يعني ايه؟ يعني A1 over A2 equal B1 over B2 not equal not equal. 1 over C. ال A1 اللي هي 2 over 5 over ال A2 اللي هي negative M over 10 equal ال B1 اللي هي negative 1 over 3 over 5 over 6. الكالكوليتر كده شيفت سولف ايكوال ولا الكالكوليتر هتعيط؟ مم. ممكن نعمل لها هنجرب يعني. ممكن نعمل لها كروس مالتيبليكيشن يعني. يعني ساعات الكالكوليتر القديمة هتعيط، معرفش دي بقى. طب نجربها كده نشوفها بتعيط ولا لا. هي هنجرب. احنا لو ما حلتش نعملها بقى كروس مالتيبليكيشن. يلا شيفت سولف ايكوال. يعني equal. وتعطى. أصلا كتابتها صعب.
يعني احنا يعني انا كتبتها بالظبط كده. هو الاي 1 هو جايبها لنا غلاسة، يعني جايب كلها فراكشن فراكشن فراكشن. او هنعملها بقى كروس مالتيبليكيشن لو الكالكوليتر ما اه عرفش. شيفت صفر. شيفت سولف ايكوال 6.94 الام. يعني 6. اه لا مفيش حاجة اسمها 6.9، نخليها 6. متأكد ان انت مدخلها مظبوط؟ غالبا. طب لحظة، ممكن ندخلها بطريقة تانية. لحظة. فبنعمل كروس مالتيبليكيشن. ممكن يعني أكتبها بطريقة أحلى. عايز اهي عشان نجيب. البس. فانا هتتكنسل الفايف مع الفايف. فهتبقى m over 30 equal 1 over 3. يعني ال m equal 10. طلعت 10 في الآخر. الكالكوليتر عملتها حسبتها بطريقة، 10. بدل ما أكتب اللي فوق فراكشن واللي تحت فراكشن، عملت 2 divided 5 over negative x divided 10، بدل ما أكتب كذا فراكشن فوق بعض. اه هو شوف انا لما عملتها كروس مالتيبليكيشن حسينا ان الدنيا ارتاحت. اه يعني اسهل بدل ما كنا نكتبها على الكالكوليتر كده فراكشن فوق فراكشن والدنيا صعبة. هي كده كده حتى هو يعني مسهل الارقام ان هنا الفايف هتتكنسل مع الفايف. ف وهنا هتبقى 1 over 3 وهنا يعني ام كده دايركت ب 8. تمام يبقى انا بس عليا ان انا احفظ الرول دي كده يا عمر. لما يقول لي no solution يبقى هنحفظ الثلاث حاجات دي. لما يقول لي A1 over A2 equal B1 over B2 equal C1 over C2 دي اللي هي infinite number of solution. لما يبقى A1 over A2 equal B1 over B2 not equal C1 يبقى دي كده no solution. الأخيرة بقى اللي هم كلهم زعلانين من بعض مفيش حاجة equal بعض اللي هي one solution. دي بالكالكوليتر عادي خالص ندخلها. طب شوف كده السولوشن بتاع دي بالكالكوليتر. هتعمل مود 91. مود 9 1 2 لا حاجة 2 over 3 negative 3 1 3. no solution. اه فاي يعني. ده شكلهم كده ان هما الاثنين نو سولوشن، يعني هما الاثنين بارل. لما يكون جايب لي كده طبعا هي بالكالكوليتر هنعمل مود 91. بس في الاول قبل ما ادخلها على الكالكوليتر يا عمر لازم ايه تكون يعني ايه راحت عند الكوافير كده نظبطها. يعني ندخل الاكس جوه. لا مش الاكس الواي. تروح عند الاكس. اه ماشي. يبقى تروح الواي عند الاكس يعني هتبقى 3x بلس 4y equal 45. احسبها كده طيب دي مود 5 مود 91. 9 1 2 هنحط نفس نيجاتيف. السؤال ده بالظبط بيجي في الايست 2 نفسه بالظبط كده. يجيب لك سيستم اوف ايكويشن ويقول لك انا عايز 2x بلس مش عارف 7y. يلا عشان ناخد اللي هو الورد بروبلم. طلع لي الاكس برقم والواي برقم. ماشي احنا هو عايز ايه 2x بلس 7y. اه خلاص، يبقى 2 تايمز نيجاتيف 131 over 23. نكتبها ديسمال احسن. اه
نيجاتيف 5.69. الاكس كام؟ الاكس نيجاتيف نيجاتيف. 5.69. ايه ده؟ ايه الارقام الغريبه دي؟ ماشي، نشوف. نشوف اه الدنيا هتروح فين. طب نيجاتيف والواي؟ 2 و5 و39. الواي بكام؟ الاكس ب 3 والواي ب 9. امال ايه ده؟ ما اعرفش، بس لما دوست ايكوال تاني تلاقي الاكس ب 3 والواي ب 9. ماشي. الاكس ب 3، اه كده تحس ان هي معقوله. الفراكشن الغريب اللي انت قلته لي في الاول ده بيبقى في الايست 2. في الايست 2 ما امم يحبش يجيب لي حاجه كده يعني طيبه كده، لا، يبقى فيها فراكشن، لازم فراكشنات. بإيده كده، يا اول ما يجيب فراكشن يبقى احنا كده بقينا ادفانسد. اه احسب 2 اكس بلس 7 واي. 2 اكس بلس 7 يعني 2 تايمز 3 بلس 7 تايمز 9 69. فيبقى خد بالك بقى وانت بتدخل الداتا كويس على الكالكوليتر. تعالى ناخد حاجة وورد بروبلم. اه شوف كده، انا دايما يعني مش شرط ان هو يبقوا التو ايكويجن يبقوا لينير ايكويجن. يعني انا هنا جايب لي واحدة لينير اهو، ده لاين وده بارابولا. يعني انا اسي ممكن يجيب لي كده اهو، ادي لاين جميل اهو وادي بارابولا بيعملوا انترسكت في 2 بوينت. هو في ليها احنا طبعا الاثنين طالما ايكوال هنا عند البوينت دي يا عمر، يبقى معناه ان انا بساويهم هما الاثنين ببعض. يعني لما بقول y equal 3x plus 9، وبعدين امم هنا عندي ال y equal 2x over 2 plus 3x plus 1. هما الاثنين عند البوينت سي دي مثلا البوينت A ليهم سيم ال y وليهم سيم ال x. فانا خلاص كده يبقى هبدل كده، اجي اشيل ال y دي واحط بدلها 3x plus 9 equal 2x square plus 3x plus 1. هو الأدق لينا إن أنا أظبط دي بقى وأفرمتها كده وأخليها حاجة حلوة وأخليها كوادراتيك إيكويشن. بس إحنا بنستسهل فبندخل دي كده على الكالكوليتر على طول زي ما هي كده ونقول لها شيفت سولف ايكوال. بس إحنا عارفين إن العيب بتاع الشيفت سولف ايكوال إن هي بتديني 1 إيكويشن، بتديني 1 سولوشن بس. يعني أنا هعمل شيفت سولف ايكوال هتديني 1 سولوشن. ممكن يعني هي حصلت مرة ان احنا لما عملنا شيفت سولف ايكوال ادتني سي مثلا 3، ودورت هنا في التشويسز كلها مفيش حاجة خالص اكس 3. فكده معناها ان في سولوشن تاني الكالكوليتر ما جابتوش. فانا هضطر بقى ان بدل ما كنت هحلها بشيفت سولف ارجع اظبطها واخليها كوادراتيك ايكويشن واجي على الكالكوليتر اعمل بوت 5 3. احنا هنحلها بالطريقتين دلوقتي عشان نشوف إيه الكلام اللي انا بقوله ده. يلا اعمل لي شيفت سولف ايكوال كده عشان نجيب الاكس بكام. يبقى لما يقول لي انا عايز الانترسكت يبقى انا بساويهم ببعض وباخد الايكويشن دي اللي هي فيها اكسات ودي فيها اكسات وايكوال مع بعض واقول له شيفت سولف ايكوال. يلا الاكس بكام؟ شفت صل 2. الاكس ب 2. طيب يبقى احنا عندنا كده اختيارين، لا اما الاي لا اما البي. طب انا عايزه اعرف بقى هي لا اما الاي ولا البي. فانا باجي هنا في الايكويشن اللي فوق دي يا عمر، هنعمل ريبليس كده الاكس ب 2 ونشوف هتديني الواي بكام. يعني احنا قلنا كده الاكس ب 2. يلا نعمل ريبليس هنا، الواي بكام؟ هتبقى 3 تايمز 2 بلس 9. هتديني الواي بكام؟ 15. 50. يبقى هي الانسر. هي الحمد لله كده طلعت معانا. يعني مرة كده ان هي مش هتطلع معانا يعني هيدي لك هنا انسر. يعني سي مثلا يقول زي ما قلت لك يدي لك اكس مثلا ب 3، تدور هنا ما تلاقيش اكس ب 3، فخلاص كده يبقى الشيفت سولف كده نقول لها مع السلامة ما ينفعش. نرجع بقى نحلها كوادراتيك. تعالى نحلها بقى كوادراتيك.
يعني ايه احلها كوادراتيك؟ نجمع الاكسات مع بعض. يلا نودي ده كده، ال9 اوديها الناحيه التانيه، وال3 اكس اوديها الناحيه التانيه. يعني هتبقى 2 اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 1، وهيجي معانا 3 نيجاتيف 3 اكس نيجاتيف 9، كل الكلام ده ايكوال 0. يبقى 2 اكس سكوير بلس كام يا عمر؟ يبقى 2x سكوير بلس 3x والإكس كده الإكس هتروح صح؟ تمام. دي ضاعت مع دي. وانا هنا عندي 1 ماينس 9، 1 يبقى minus 9. نيجاتيف 8 ايكوال 0. هنعمل ديفايد 2، يعني هتبقى اكس سكوير ماينس 4، يعني الاكس ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف 2. يبقى التو سولوشن اللي عندي اكس بوزيتيف او نيجاتيف 2. هي احنا لما عملنا شيفت سولف اديتنا الاكس 2 بس، لكن هما اه الاكيوريت اكتر اللي هي. فانا لو عملتها بالشيفت بالكالكوليتر كده، ولا هي احنا مود 5 3 وادتني الاكس بوزيتيف او نيجاتيف 2، يبقى انا هجرب بقى. هقول له مثلا ليت هنجرب بالنيجاتيف المره دي. تعالى نشوف كده، لما اجي احسب الواي وانا حطيت الاكس بنيجاتيف 2 هتبقى ما 3. حسبتها 3. اه هتديني الواي بكام؟ ب 3. هو في بس حاجه هنا؟ في حاجه هنا نيجاتيف 2 و 3 مفيش. لا، يبقى يبقى دي 250. يبقى 2. ما هو اكيد يعني هيديني انسر واحده بس صح. يبقى الحمد لله كده ظبطت معانا الشيفت سو. لكن ممكن في الاكزام يعني يبقى لاقين معانا وما تظبطش، فهتبقى عامل حسابك برضه. هتضطر ان انت تعمل لها كوادراتيك ايكويشن. يفرقوا. يلا نحل حاجه فيها وورد بروبلم كده. اقراها السؤال ده كده يا عمر. Total revenue of project show 16,000 if each other ticket attend job 12 which تمام. تعالى كده نشوف الماجيك شو. الفلوس اللي كسبوها هي دي ماني BGB. الادلت تيكت تو اتند، الادلت اسميه اكس، والتشيلدرن اسميه واي. هو الادلت بيقول لي 12، يبقى انا هعمل 12 اكس. دايما كده لما يقول لي مثلا اي حاجه وجنبها السعر بتاعها او عددها، فبقول 12 اكس بلس والتشيلدرن البرايس بتاعها ما شاء الله 2. 2 ده من ايام العصر الحجري. اه ده هنا ايه؟ ده البرايس. يبقى هنكتب هنا يعني 12x بلس 2y. يا ترى هكتب النمبر ده ولا هكتب النمبر ده؟ 12x plus 2y. مم. هنكتب نمبر التكست صح؟ لا، هي مش دي ال 12 دي ماني فلوس. اه يبقى ايه صح، يبقى فلوس؟ الفلوس. يبقى اه كله ماني. وممكن يبقى كلهم مثلا ده ويت ويت ويت، ده وزن وزن وزن. يبقى هنا في الاخر هيقول لك التوتال بتاع الوزن كله. يبقى هنكتب 1636 عشان هي دي الناس بتغلط فيها، بتبدل ما بينهم. وطبعا يعني مش هتفوتوا الحركة دي، ان هيعرف ان في طلبة هتبدل، والطالب بعد ما يبدل هيحسب الاكس والواي، فيجيب له حاجة ايه زي ما هو حسب غلط، وهتطلع له اجابة والله، وهيكون حاططها له لتر ايه. ده راجل رخم. يا ده هو بيبقى يعني فنان كده في الحتة دي. طيب يلا كده احنا كتبنا كده خلاص اللي هو البرايس. طب النمبر اوف تيكت دي مش هنحتاجها في حاجة. يبقى انا عايزة التوتال بتاع اللي هما الاكس بلس الواي ايكوال 3486. دايما هنعملها كده. يعني دي دايما تبقى تحس كده ان هي ايكويشن مستخبية، مش عارفة هي جاية منين. التوتال بتاعهم
اللي هو x بلس y equal النمبر اللي هو بيقول لي عليه. ما هو لازم يبقى عندي two equation لان عندي two unknowns. فهو لو ما قاليش حاجه تانية يبقى اول ما يقول لي نمبر زي كده يا عمر يبقى على طول هقول له x بلس y equal النمبر اللي هو قايله. هو السر اللي انت تعرف تكتب الايكويشنز. اه بيبقى عندك two equation. ما هي سهله هي يعني انا اول ما بشوف مثلا هنا adult وchildren خلاص يبقى الادلت اسميه x واكتب البرايس بتاعه او النمبر اي حاجه. مثلا لو انا رايحه اشتري مثلا تيشيرتات يعني زي مثلا انا رايحه اشتري تيشيرت البرايس بتاع التيشيرت مثلا $20 each. وهنشتري مثلا شوز $10 each. فالتوتال بقى اللي احنا دفعناه زي مثلا $70. 70 لا خليها 700. فانا لما اجي اكتب الايكويشن هنا التيشيرت ده هسميه اكس يبقى هكتب 20x بلس والشوز دي هسميها واي يبقى هكتب 10y equal. نعم بس دي ساعة واحد صاحبنا في موبايل ساينس طب يا عمر اوكي اوكي. تمام. يلا نحلها كده يلا على الكالكوليتر مود 91. هتطلع 940 adult و 2540 children. تمام. وقت بيجي صعب العب. يلا نمبر 10 طيب وورد بروبلم. An oven costs 150 less than fourth time cost of microwave. If oven and microwave cost together 700 times. I have 150 less than الفور time يعني 4x minus 150. انا الاوفن هسميها اكس والميكرويف هيبقى واي. تمام. احنا الليس زان اللي بعد الليس زان هو الكبير. اه يعني 4 times minus يعني اللي هو 4x صح؟ امم هيبقى 4x minus. قول لي اللي انت عايز تكتبه وانا هكتب. يعني انا تعالي نكتب البيزكس خالص بتاعت الليس زان. لو قلت لك مثلا x is less than y by 5 يبقى مين الكبير هنا؟ أوي. y هي الكبيرة يبقى أقول y equal x plus 5. هي دي اللي احنا الستاندرد اللي بنمشي عليه. مم. طيب يلا كده يبقى أنا عندي 3 حاجات بدور عليهم. أدي واحدة أدي الواي أدي الفايف. بدور على اللارج أخليه كده كبير لوحده مفيش حد معاه. فأنا هنا كده عندي مين؟ الإكس 150 وعندي 4y. مين اللارج هنا يا عمر؟ for what؟ 4y. يبقى ال 4y equal x plus 150 عشان ما تحترش لان هو ما شاء الله يعني حريف في موضوع ان هو ايه يخليك تتوه كده ما تعرفش هو امين ايكوال ايه ولا ايه الدنيا. فانا دايما في الليست بالذات دي بدور على 3 حاجات عندي. بيبقى في 3 حاجات دايما. بدور على اللارج اخليه لوحده كده على جنب والاتنين الصغيرين اكتبهم جنب بعض. ادينا كتبنا اول ايكويشن اهي. تمام كده. على فكرة أنا ماشي ممكن بنحط نيجاتيف هتقول لي 4y minus x ولا 4y minus 150 equal x. ماشي. أنا دايما بنثبت هي بس الطريقة دي البيزكس عندي عشان إيه ما نتلخبطش فيها. خلصنا أول equation ممكن نظبطها بس أودي الإكس الناحية التانية تبقى بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف x plus 4y equal 150. يلا الإيكويشن التانية بقى
الإيكويشن التانية هتبقى ال x plus y equals 725. تمام، كويس والله وموضحها لي. وبيقول لي ايه how much more does the oven cost than the microwave. الاوفن اللي هي الاكس ماينس الواي ايكوال كام يا ترى؟ الأول هنجيب ال x وال y. على الكالكوليتر مود 91 نجيب اه الاكس والواي وبعدين اكس ماينس. خد بالك من الليس زان يعني الليس زان والمور زان اه وسبتراكتد فروم. الثلاث حاجات دول هما نفس الايتم. أنا كتبت ونسيت أمسح اللي كان مكتوب قبل كده. 550 و 175. اعمل الديفرنس بينهم. 375. اللي هي سي يعني. طيب يلا اللي بعدها نمبر 4. A truck contains 15 identical boxes that are either red or blue. Red with الريد 3 ده and blue. اسميه اكس والبلو اسميه واي. واحد سي واحد تو طيب الريد بوكس ويت 3 3 كيلو جرام يبقى هكتب 3 اكس بلس و 2 الواي واي. 2 واي. ده كده ده ويت، ده وزن وده وزن، يبقى احنا محتاجين نحط هنا وزن، يبقى هنا ويت. if total weight box was 30 فين وبعد كده equal 36. فين الويت ايوه برافو عليك. هنا ويت، يبقى كلهم دول كده ويت، او كلهم يبقوا ماني، او كلهم يبقوا اي حاجه، المهم يبقوا كلهم يبقوا زي بعض. يبقى ويت هنا دي هتبقى 36. تاني واحده بقى اللي هي الايكويجن المستخبيه اللي مش بتبان دي، اللي هي ايه؟ red and blue different 15 identical اللي هم 15 box. اللي هي مين يعني؟ اللي لونهم ريد بلس بلو كلهم مجموعهم كام؟ يعني 15. x plus y equal 15. ايوه برافو عليك، اللي هي دي بتبقى مستخبيه، طلبه ما بتعرفش تجيبها لان هي بتبقى كويجن كده مستخبيه، بس انا بعرفها ازاي لان في 15 كده هو قايل لي عليها ايه 15 دي، مش معقوله يعني ملهاش لازمه. اه فاحسبها كده. بيقول لي what is the difference between the red and the blue boxes in the truck. يعني عايز الريد اللي هو الاكس ماينس الواي يا ترى هيكون كام، او واي ماينس الاكس هيكون كام. احنا مش عارفين مين فيهم اللارج. نحط ابسوليوت وخلاص مش هتفرق. مش هتفرق يعني. احنا هنجيب اللارج. يلا مود 91 3 كده والاكس هتبقى كام؟ 2 36 1 1 15 6 و 9. لأنها minus 6 يعني 3. 3 تمام. يلا نمبر 5. 100 page album cost twice as much. ال 100 يعني كشكول فيه 100 ورقة يعني يعتبر هسميه اكس، نسمي والكشكول التاني الثاني واي. اللي هنسميه واي. طيب الاكس ايكوال ايه؟ الإكس twice يعني واي 2 واي. تمام. الايكويشن الثانية بقى، طبعا دي عشان نظبطها هوديها الناحية التانية، هتبقى x minus 2y equals 0. دي أول مم. equation. وبعد كده الكوست اوف 3 100 ألبوم هيبقى and 3x 250 و and 2y 2y equal t. t. ده نو كالكوليتر كمان. how much does اللي هو 50 الواي، هو عايز الواي equal كام، بس هي هتبقى relation كده فيها t.
امم احنا عايزين احنا يعني ما كناش بدلنا دي. يبقى انا هنا هعمل ريبليس كده، اكتب ان الاكس ايكوال 2 واي، ابدل الاكس دي واكتب بدلها 2 واي، يعني هتبقى 3 وهنا 2 واي بلس 2 واي ايكوال تي، عشان فهمتي. نجيب عشان نجيب الواي، امم اللي هي الطريقه دي اسمها سبستيتيوت. عارف. اه يبقى انا كده الواي هتكون كام؟ هنا 6 واي وهنا 2 واي، يعني 8 واي ايكوال تي. equality. يبقى الواي ايكوال تي اوفر 8. تي اوفر 8 اللي هي تمام. اه. تعالى ناخد اللي فوق ده بالمرة، يلا بالراحة بقى. نكتبه، بس نكتب الايكويشن ومش لازم نحل. يلا كده. أمينة wait to the flower shop. put two roses الروزة هنسميها اكس، و 5 daisies واللي هي دي واي، 2x يبقى و 2 5 اكس بلس 5 واي ايكوال equal 6. 6. وبعدين لارا 4x 4 اكس بلس 2y واي ايكوال 4. 4. تمام. نبقى نجيب الاكس، وهو عايز ايه بقى؟ الحاجة الريكوايرد 2 باي 2 روزز 2 دايزيز، يعني عايز 2 اكس بلس 2 واي ايكوال كام؟ لازم يا عمر نكتب كده الحاجة اللي هو عايزها. امم نشوف بقى نعملها دي من كالكوليتر. no نو calculator. كالكوليتر. يبقى انا هعمل هنا ملتبلاي في نيجاتيف 2. اه، وهشيل الاكس وبعد كده اجيب الواي وبعد كده اعمل ريبليس بالواي في الايكويشن اللي ايوه فوق. تمام، برافو عليك. طيب يلا اللي بعده. دي ممكن لو هنحلها بالطريقة اللي هي اللي تاخد ستيبس كتيرة، وفي طريقة ان احنا نحلها مختصرة اللي احنا اخدناها في الكوادراتيك يعني. sum of two number والproduct of two numbers. هو عايز الهاف of greater number. اوكي يبقى نحلها بالطريقتين. اللونج واي ماشي. اللونج واي اللي هي هتقول لك ايه السم اوف تو نمبر، هتقول لي اكس بلس واي ايكوال 119. والبرودكت اللي هو اكس تايمز الواي ايكوال 3430. هنعمل ريبليس كده يا عمر، او سبستيتيوت. يبقى يبقى اكس ايكوال 119 ماينس واي. هبدل هنا الاكس الكلام ده. مليني كده يا عمر. هيبقى 119 minus y times y ايكوال 3430. تمام. نعمل ملتبلاي كده، يبقى هتبقى نيجاتيف واي سكوير بلس 119 واي ماينس 3430 ايكوال 0. وندخلها على الكالكوليتر ونجيب الروت. مود آه، دي كانت مود كام؟ مود 92. مود 92 2 1 negative 1 919 negative 3 4 70 49. 70 40. وحتى لو عملنا يعني بدلنا للاكس، هنلاقي ان الاكس واحده فيهم، يعني هتلاقي هنا الاكس ايكوال 49 والاكس 2 هنا هتبقى 70. يعني هما تو نمبرز ايه؟ 70 و 49. هو عايز بقى هاف الجريتر يعني هاف 70. يبقى هي تبقى 35. ماشي. دي الطريقه الطويله اللي هتاخد ستيبس كتير. الطريقه المختصره بقى لما يقول لي انا عندي هنا اكس سكوير ماينس السم
تايمز اكس، وهنا البرودكت ايكوالز اللي انا كتبته ده اللي هي اكس سكوير ماينس السم لما يبقى عندي تو نمبرز السم بتاعهم تايمز اكس بلس البرودكت ايكوال زيرو. فانا كده هكتب ادي رول اكس ثابت. سكوير ماينس هي رول ثابت السم اللي هو عندي 119 تايمز اكس بلس البرودكت اللي هو كام 3430 ايكوال 0. بدخلها على الكالكوليتر واجيب الرول بتاعتي. وفرنا كل الستبس دي. مم. يعني السؤال ده بيجي كتير معاك يجيب لي تو نمبر تقول لي البرودكت بتاعهم كذا او السم بتاعهم كذا. آه. حلوة لو طالما دي ثابتة كده دايما فأحسن. ثابته دي تريحنا من الستبس اللي فوق الكتير. فانت هتدخل ده على الكالكوليتر وتجيب اكس 1 واكس 2 واكس 1 واكس 2 هم نفسهم التو نمبرز خلاص مش محتاج اه انك تعمل وتجيب الواي. انا اللي هحاسبك ولا مش هحاسبك ولا اعرف ايه البرنامج ان كنت بترتيب ولا سابت حاجه ده بعمل معايا ده كنت ايام انت اكيد يلا نمبر 4. بس لحد اخر واحده انا قدام احمد فبعدين احمد ده مش هيصدق عليك هي هو في اللي صوت كداب بس يا عمر اقسم بالله لحد هيطلع في تاني يوم الريكورد. لحد اخر مكالمه. يلا نمبر 4 يا عمر. يلا نكتب بس الايكويشن. يلا يا عمر. عمر يلا نكتب بس في الايكويشن هنا يا عمر. street food البارك cost 10 for children and 15 for adults on certain day on certain. نفس اللي احنا عملناه قبل كده بتاعت التيكتس. الادلت نكتبه كده يبقى هتبقى 10 اكس بلس 15 واي ايكوال 19750. ايوه برافو عليك. بعد كده اكس بلس واي ايكوال 1500. سلامك بيه. المفاتيح آه. انت زي نقطي وانا محتاج وانا وانت يعني وانا حاجه ساعتك بس اقسم بالله العلي العظيم انا مش سامعها وكذب بابا انا وقتها يلا والله بينا كده نشوف ده. نخش حياتنا بقى الخبر ده الصوت اللي جنبك يا عمر هيطلع في الريكورد. كله كان بيحصل لا بعد دي حاجات بتنضف ممكن حاجات بيقول انت لو واحد ناديت على حاجه عاليه فبعدين بقى مع محمد يتفق معايا يعني انا دلوقتي طلعت عشان الفريق واحد قال له مش زي النظر دي يلا بينا نمبر 9 يا عمر. عارفه الكلام ده خلاص لحظة واحدة بس باخد اللابتوب في مكان تاني. ماشي. كويس ودي ما فيش مال ده تمام. نمبر 9. What is the value of K? لو عايزينها تبقى no solution. نو سوليوشن يعني هيبقوا بارل. يعني ايه الكونديشن بتاع النو سوليوشن؟ هو A1 over A2
equal B1 over B2 B2. not equal C1 over C2. خلاص ممكن نعمل كروس صح؟ يعني هكتب 2 over K equal 15 over negative 5. 2 وأعمل over كروس. K دي calculator shift solve أو shift. كويس. بس كده يتحل. طب اللي بعدها دي آخر سؤال ده وناخد جيومتري بقى. بيقول لي إيه has one solution. امم طيب one solution يعني إيه؟ معناه إن ال A1 over A2 not مفيش equal حاجة ايكوال حاجة. B2 not equal C1 over C2. هنعمل بقى تشيك بقى كده وشوف يا ترى كل حاجة من دول لما نعمل ريبليس بيها هتديني الكونديشن ده ولا لا. جرب كده. لحظة. طب لحظة أجيب الكالكوليتر من بره معلش. اوكي. هقعد تروي صح؟ نعم هنبدل بس ال A ب 3 ونشوف نجيب كده اللي هي دي ال A. يعني أنا هاخد الكوفيشنت اللي عندي اللي هي 1 over 4 المفروض not equal 3 over 4A not equal B over 2 over 20. هنعمل الأول ال A وبعد كده نعملهم مع ال B صح؟ إن بس نشوف ال A الأول. لو أنا هنا عملت replace ال A ب 3 فهتبقى كام؟ هكتب هنا 3 فهتبقى 1 over 4 not equal 3 over 4 times 3. لا ف هتطلع 1 over 4. يبقى equal بعض يبقى ما تنفعش. يبقى ال A equal 3 دي ما تمشيش معانا خالص. إيه ده يبقى يعني؟ دي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش. هو اشمعنى طيب المرة دي يعني؟ اه يعني حاجة حركة ذكاء شوية يعني. طالب مش هياخد باله يفضل يحاسب يدور يعني. هي دي مفيش غيرها. طيب أو تعالى ممكن عايز بقى يشكك الطالب في نفسه. لما بتبقى حاجة سهلة كده واضحة ما هو في أسئلة بتبقى سهلة يعني هو في الأغلب بيبقى صعب. الأغلب بيبقى سهل. تعالى ناخد كده جيومتري. أول حاجة سي مثلا لو قالك أنا عندي تريانجل في سايد منهم 7 والسايد التاني 3. عايزين find الثيرد سايد هيكون كام؟ ممكن هنعمل أيوه بايثاغورس. كده هو قالك رايت أنجل تريانجل. لا طيب أمال هنستخدم إيه؟ إيه الرول بقى؟ الرول اللي هي relation between the sides of triangle. لو أنا عندي أدي x1 وأدي x2 وx3
اي سايد فيهم زي مثلا x3 هيبقى greater than x1 minus x2 و less than x1 plus x2. اي سايد لازم يبقى كده. فهو هنا مم. عايز الثيرد سايد، فانا دايما هقول له كده الثيرد greater than الديفرنس و less than السم. طبعا انت بتقول لي بايثاغورس، فناس كتير هتعملها البايثاغورس. هو ده انت كتب هو بايثاغورس ايه؟ انت بتحسب اي سايد فيهم. يعني انا انا اه يعني انا دلوقتي انت قلت بايثاغورس، طب هو مدي لك الهايبوتنس يعني ولا مدي لك ايه بالظبط، ولا هو عايز ايه؟ ايوه. ما فيش، ومش قايل لك اساسا ان هو رايت انجل. فهنجيب الثيرد سايد. يبقى الثيرد سايد اللي هو اسميه اكس هيبقى greater than الديفرنس. الديفرنس عندي كام كده هو؟ 4. 4 و less than 10. 10. يعني اي حاجه greater than 4 شغال. less than 10 برضه، ما هي لازم تبقى greater 4 less than 10. يعني كده ال 4 تنفع؟ لا 5. لا دي نو، ودي نو، ودي نو، يبقى هي تكشف. تمام، يبقى دي اول رول تكتبها عندك كده يا عمر، عشان بس ما تتوهش منك. اول رول دي اللي هي الثيرد سايد greater than الديفرنس و less than السم، لان دي بيتكرروا كتير في الايست 1 وفي الايست 2. طيب تعالى ناخد واحده كمان بيجيبها لنا كتير برضه. انت عارف طبعا ساين 30 بكام يا عمر؟ ساين 30 كانت بهاف. بهاف. وكوزاين 60 برضو. بهاف. طيب يعني انا هنا ساين 30 ايكوال كوزاين 60. التو انجلز مختلفين عن بعض، بس الساين بتاع حاجه ايكوال كوزاين بتاع انجل تاني مختلفه. يعني دي انجل A مثلا ودي انجل B. if الساين A equal كوزاين B then ال A plus ال B equal كام؟ 1. ال A الانجل 90. 90. ودي تكتبها عندك عشان دي برضه بتيجي كتير. انا اتلخبطت بينها وبين اللي هو اه اللي هي ساين رول. سيتا سكوير، ساين بس سيتا سكوير بلس كوزاين سيتا سكوير ايكوال 1. ايكوال 1. ماشي، دي سكوير لكن دي حاجة تاني. ساين انا برضو A. عارف دي. لا ساين A ايكوال كوزاين B، يبقى زين ال A بلس ال B ايكوال 90. تمام، دي الرول بتاعتي. طب هي بتجيلي ازاي في الاكزام اهي؟ سي مثلا يقول لي ساين 2x بلس 4 equal كوزين x بلس 5، ويقول لي find الاكس. انجل الاتنين مختلفة ايكوال 90. خالص. ايوه، ودي انجل مختلفة، يبقى نقول ان ال A بلس ال B equal 90. اه. يلا كده يبقى 2x بلس 4 بلس. طبعا في طلبة هتيجي تعمل ايه، هتقول لك 2x بلس 4 equal x بلس 5، وطبعا هو مش هتفوتوا الحركة دي، هيجيب لك التشويس بتاعنا هنا اول حاجة. يعني ايه الطالب اللي بيهبط؟ اهلا وسهلا بيك. حافظ مش فاهم. اه equal 90. نقدر نجيب الاكس وزود الكالكوليتر. وزاد كالكوليتر. يبقى 3x بلس 9 equal. مليني بقى. يبقى 3x وفين ايكوال 4 بلس 5 يعني 9. احنا دي اه كتبناها ايكوال 90. اه. equal 90. نعمل ايه وبعد بعد كده كده؟ نودي ال 9 بالديفايد.
ايه هنودي الناين بالماينس، سوري. بالماينس، ايوه بالماينس، تكتب ماينس هنا كده. وانا غالبا دخلت الأوضة نمت. ايوه معلش، يلا هنا 90 ماينس 9 خلاص. 81 يعني و 81 divided 327. تمام، ادي تاني رو. ماشي، مش هزعلك بقى. لو انا عندي رايت انجل تريانجل والسايدز دي اللي هي 25 و24 و7، ويقول لي find sign the smallest angle. يلا اهو، عيش حياتك بقى ال ورايت smallest انجل. angle كان ال largest size ولا ال smallest برضه؟ تعالى نرسم اهو. السايز الكبير خالص اللي هو ده الهايبوتنس من غير كلام، وده 7 وده 24. احنا الانجل الصغيرة اللي هي ايه؟ اكيد اللي هو اللي قدامها السايد 7. اللي قدامها 7، يبقى اه، هي دي. عايزين الساين بتاعها، يبقى ساين opposite over 6. hypotenuse. يبقى 7 اوفر 25. الميد بوينت. بنحسبها ازاي؟ اللي هي اكس وواي. لو سي مثلا مديني بوينت هنا A 1 و 2 والبي نيجاتيف 3 و 7، عايزين نجيب الميد بوينت. x1 plus x2 over y1 plus y2 x1 بلس x2 كام؟ over 2 اوفر 2. الناحية و التانية y1 plus y2 over 2. تمام. احيانا يغلس علينا، هو يدينا بقى البوينت اللي في النص ويقول لي انا عايز اللي بره. يعني يجيب لي كده، يقول لي انا عندي السنتر اهو، دي مثلا 1 و 2 ودي 3 و 7 وهنا دي الايه، ويقول لي فايند الايه اللي هي اكس وواي. نقدر نجيبها؟ مم. نعمل ايه؟ ممكن نعمل هنمشي نعمل على طول لا، هي ايه. ان وهنحسب الاكسات لوحدها والوايات لوحدها. لا يعني انا هكتب الميد بوينت اللي هي على جنب لوحدها، اللي هي مين؟ اللي هي دي. يبقى مم. هكتب كده 1 و 2 ايكوال، واجمع الاكسات مع بعض ديفايد 2، واجمع الوايات مع بعض ديفايد احنا 2. كان ممكن من الأول مثلا نكتب 3 plus x equal 1 و 2 plus 7 equal y و 2 plus y equal 2. نعم، كنت عايز تكتب ايه؟ هو غلط ولا ايه؟ كنت عايز تكتب x بلس 3 ايكوال 1. اه، نسيت اللي فيه divided 2، لا، سوري. ده في اه، ديفايد سوري. 2، خد بالك. امم يعني انا دايما الرول بتاعتي ان الميد بوينت هي اللي بتبقى ناحيه الليفت. يعني مثلا اكس وواي زي ما تكون بقى، وهنا بجمع اكس 1 بلس اكس 2 ديفايد 2، وهنا واي 1 بلس واي 2 ديفايد 2. الاكس 1 والاكس 2 دول اللي هم الاند بوينتس. يعني دي الفيرست بوينت ودي اللاست او الاند بوينتس، ودي الميدل او الميد. دايما الميد بيبقى ناحيه الليفت، فهو هنا مديني الميد اللي هي 1 و 2، فخلاص هكتبها هنا، هو ده مكانها. امم وبعدين اكتبها، اشتغل شغل عادي خالص، اجمع هنا اكس بلس 3 وهنا واي بلس 3، وبعد كده اقول له والله ان ال1 ايكوال اكس بلس 3 ديفايد 2، واجيب الاكس، والتانية هتبقى واي بلس 7 ديفايد 2، واجيب الواي. بس كده. سهلة. سهلة أوي. اديلك اكزامبل كمان تحل انت بقى. اوكي. إيه، يلا ناخد واحدة كمان.
سي مثلا أهو مديني البوينت دي اللي هي 1 ونيجاتيف 2 ودي 3 و4 وعايزين البوينت دي اللي هي ايه؟ هنعمل بقى 1 ونيجاتيف 2 equal أيوة 1 ونيجاتيف 3 plus x و divided 2. هكتب هنا x و y يبقى أهو x بلس 3 والناحية التانية y plus 4 y بلس 4 واخد كل ونساوي واحد يساوي الاكس بالاكس والواي بالواي. تمام. طب ال distance between two points distance between two points مم. تعالى ناخد حبة حلوين فيها يعني ازاي مثلا عندي بوينت هنا وبوينت هنا البوينت دي say 2 1 هنا 5 1 عايزين نعرف اللينس ده كده كام عرف من طالما طالما بتحرك على هوريزونتال على الاكس يبقى ده اسمه دلتا اكس من غير كلام دلتا اكس يبقى عيني على الاكسات بس الوايات كده كده ايكوال بعض يبقى اللينس هنا الدلتا اكس او اللي هي اي بي يعني لو قال انا عايز الاي بي يبقى الاي بي هتكون كام اللي هي اي بي كون 5 minus 2. تمام يعني ولو حد قال لي 2 minus 5 عادي هناخد الابسولوت فاليو عشان ده اللينس دايما بالبوزيتيف يبقى اه هتبقى 3 هو الرول طيب بتاعها اصلا كان الابسوليوت. الدلتا اكس مش شرط لو الرول قلنا الديستانس. الديستانس لو انت عارف كان هم هوريزونتال يبقى ناخد الابسولوت طيب لو هنيجي نحسب عندي الدلتا واي لو انا عندي بوينت هنا سي مثلا اكس هنا 5 و7 ودي سي هيبقى 7 minus 1. بي سي يبقى هتبقى دلتا واي يبقى عيني على الوايات بس 7 minus 1. يبقى 6 يجيب لي كده مثلا حاجه زي كده في الاكزام يقول لي انا عايز الاريا بتاعت التريانجل ده فايند الاريا ما هي الاريا length و ايكوال width. ايه half الاريا times ايكوال length ايه times width هاف تايمز البيس تايمز الهايت times الهايت. انا مش فايق خالص، انا مش فايق. يعني ايه تطلع بره زي ما كنت في الصاله داي نعم. تطلع لبره تاخد اللابتوب بتاعك تطلع لبره هو في حاجة في الصالة قاعدين بيتكلموا. ماشي وانا عارفه انا ما يعني المكان المقدس يلا طيب مم. اهو البيس تايمز الهايت البيس عندك كام احنا جبناها اللي هي الايه البيز قلنا ب 3. والهايت 6. يعني هتبقى كام 9 يبقى الاريا عندي هنا 9 طيب لو قال لي انا عايز الكوردينيت بتاع البوينت دي اللي هي الدي نقدر نجيبها اه عندنا ازاي الاكس انا كده بتاعتها ب 2. انا بريح نفسي كده بمد كده 2 البوينت 7. دي 7 والاكس بتاعنا من هنا اللي هو 2 يبقى الكوردينيت عندي 2 7 طبعا احنا عارفين ان الكوردينيت عشان بس بيتسلى علينا شويه في موضوع الكوردينيت ده الفور كوادرانت يعني انا هنا عندي ادي الاكس هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف لما يسألني يقول لي كوردينيت الاكس والواي الاثنين بيبقوا ذا سيم ساين يبقى انا في اي كوادرانت الاكس والواي هاف سيم ساين فيرست. والثيرد ماله بس الفيرست والثيرد بس لو بوزيتيف يبقى الفيرست. هو انا نيجاتيف ما الثيرد. قلتش بوزيتيف انا ما قلتش ولا بوزيتيف انا قلت هاف السيم ساين السيم ساين اللي عندهم الاثنين زي بعض يعني هنا دي بتبقى بوزيتيف بوزيتيف يعني بيبقى 2 2 او 2 3 مثلا وهنا نيجاتيف مثلا 2 نيجاتيف 3 السيم ساين طيب مم. هنا طبعا اكيد السكند والفورث يبقى الاثنين ديفرنت مختلفين عن بعض
فكده يقول لي انا عايز الواي بتبقى بوزيتيف بس والاكس بوزيتيف بس، فين انت الواي بوزيتيف بس؟ صوت حضرتك الواي حصل فيه مشكلة. اقول لك يجيب لي، بيسالني يقول لي انا عايز كوادرانت which quadrant الاكس از بوزيتيف always. الفيرست وال الفيرست والفورث. ايوه كده ركز. مم. يبقى عايزين أم... طب الساين والكوزاين. احنا طبعا هنا عارفين هنا اول الساين والكوزين بوزيتيف في الفيرست ايه. وفي السكند. all student take chocolate. الاول هنا كلهم بوزيتيف، والساين هي بس هنا اللي بوزيتيف في السكند، والتان في الثيرد هي بس اللي بوزيتيف، كوزين في والكوزاين هي الفورث. في الفورس. اسألني بقى أي حاجة أركز بقى كويس معايا كده. يعني أنا لو قال لي إمتى الساين هتبقى بوزيتيف في أي كوادرانت، في السكند والفيرست، والتان إمتى هتكون بوزيتيف، والتاني في الثيرد والفيرست، كوزاين. فورث وفيرست. برافو عليك. تعالى نجيب الديستانس between two point بس ما يبقوش على السيم هوريزونتال. يعني أنا لو عندي two point أهو، يعني say مثلا AC، عايزة أجيب ال AC، وال A عندي هنا 2 و 3، وهنا مثلا 5 و 7، وعايز اللينس بتاع ال AC. بنجيبه بتاع ازاي؟ الايه؟ اللينس للاي سي. يعني لو انا مم. قلت لك انا عايزه الاي بي كنت هتقول لي اه دلتا واي ما فيش مشكله. عايزين البي سي اه دلتا، لا، سوري كان لها الاي رول بي بس انا دلتا مش اكس. فاكره. ده بايثاغورس. شوف كده. بايثاغورس. هجيب اه بوينت بي واحسب السايدين التانيين. ثواني، يعني انا هنا دلوقتي اقدر اجيب الدلتا اكس هنا، اقدر اه، اجيبها الدلتا اكس والدلتا لا، واي. بس ليه هجيب لا؟ الاول بوينت بي اللي هتبقى 2 7. الاكس عندي بكام؟ الاكس ب 5 و 3. احنا هنا الكومن ما بين البوينت دي والبوينت دي ايه يا عمر؟ مش هما الاتنين اكس، اكس. الاكسات هي اللي ثابتة، يس. يبقى هتبقى 5. والكومن ما بين البوينت دي والبوينت دي ان الواي هو اللي ثابت اللي هو 3. انت بدلت الدنيا شوية، ركز فيها. يبقى انا هجيب الدلتا اكس واجيب الدلتا واي، يبقى الاي سي بقى ده بايثاغورس، يبقى الاي سي روت دلتا اكس سكوير بلس دلتا واي سكوير. يعني انا دلوقتي عندي 2 بوينت اللي هما الاي سي، ماشي، ادي الاي اللي هي 2 و 3، والسي اللي هي 5 و 7. يلا نجيب الدلتا اكس، نجهز كده الدلتا اكس عندي بسرعة، والدلتا واي. الدلتا اكس هتكون كام؟ 3 3، والدلتا واي 4. 4. نيجي نحطها هنا بقى. الدلتا اكس اللي هي تبقى 3 باور 2، ودي 4 باور 2. 5. يبقى دي الرول بتاعت الديستنس between 2 points. تمام. يبقى دايما لما هاجي اتعامل مع 2 بوينت زي كده يبقى لازم اكتبهم تحت بعض عشان بس ايه ما نتوهش في الاكسات والوايات. احيانا يديني كده مثلا يقول لي والله انا 2 وبي، والبوينت التانية 3 و5.
يعني دي A ودي B، ويقول لي الديستانس، مش عارفة هتظبط ولا لا. الديستانس اللي هو ال AB equal 7. find ال B. عايزين نجيب البوينت دي، أو نخليها مثلا حاجة تاني H، عشان بس في A و B. بيقول لي find ال H. يعني هو مش لازم كل مرة أنا هجيب الديستانس، يعني ممكن هو يديني الديستانس ويقول لي أنا عايز بوينت يا عمر. هنعمل إيه؟ أنا هكتب الرول بتاعتي إن الديستانس اللي هو ال AB equal root دلتا إكس سكوير بلس دلتا واي سكوير. هو هنا مديني ال AB، أعمل لها ريبليس، بس ممكن نعمل سكوير للتو سايدز عشان بس نريح نفسنا. يبقى هتبقى 7 باور 2 equal، أنت معايا يا عمر؟ حضرتك. دلتا إكس سكوير بلس دلتا واي سكوير. أنا عملت سكوير للتو سايدز. يلا كده نكتب نخلص من الروت. التو بوينت عندي اللي هم 2 اتش و 3 و 5. يلا نجيب دلتا اكس ونجيب دلتا واي. احسب كده دلتا دلتا اكس. اكس ب1. ايوه، ودلتا واي. دلتا واي هتبقى 5 ماينس اتش. تمام. نعمل ريبليس هنا، الدلتا اكس ب 1 يعني 1 سكوير يعني 1 بلس، 5 والدلتا ماينس واي اللي هي اكس 5 بار 2. ايكوال 49. الكالكوليتر كده نقول لها شيفت سولف ايكوال، وربنا يسهل كده وتحلها. ونجيب الاتش. ب 11.9. ليها حل يعني؟ طب الحمد لله. 11 بوينت. يبقى هي دي الرول بتاعتي بتاعت الديستانس between two point. يعني هو بصراحة كل ما بيجيب السؤال ده بيبقى جايب سؤال غلاسة، اللي هو ايه؟ اللي هو يجيب لك كده مثلا انا عندي بوينت مثلا 1 و 3، والبي 3 و 5، والسي 2 و 3، 2 و 4. تمام. ويسألني بقى هو التريانجل ده يا ترى ايسوسيليس ولا ايكوالاترال ولا سكيل. ترى اجيب كل السايدات. هنجيب الاي بي والبي سي والاي سي. ده يعني كان جاي في الايس 2، كان في الايس 2 كان اللي هو في اكس وواي وزد، يعني جايب لي البوينت كده، دي هتبقى 1 و2 مثلا و0، والبوينت التانية فيها يعني اكس. متخيل انت الغلاسة؟ نجيب الاي بي. سؤال عشان يلا. يضيع لك وقتك. اه بس سهل ان انت تحله، بس مشكلته الوقت. هياخد وقت ايه. يلا نجيب الاي بي. طيب يبقى الاي بي هتبقى هنعمل روت الدلتا اكس عدى بكام؟ ب 2. يبقى 2 باور 2 بلس 2 باور 2. 2 باور 2. طيب يلا نشوف ال AC. هتطلع 2 روت 2. والC اللي هي 2 4، اللي هي هتبقى كام ال AC؟ 1 و 1. 1 بلس 1. طيب باور 2 نجيب يعني. احنا جبنا ال AC، ونجيب ال BC. نسينا نكتب الباور 2 على 1. ما 1 باور 2 يعني 1. ماشي، انت عايز يعني ايه؟ معلش عشان انا حافظ الرول بقى، فحتى لو 1 برضه هكتب الباور 2. ماشي. طيب يلا نجيب ال BC. ال B اللي هي هتبقى 3 و 5، والC اللي هي 2 و 4.
1 و 1 برضه، يعني ده isosceles. ايوه، يبقى انا عندي two sides equal بعض، يبقى ده isosceles. البارامتر equal ايه؟ كل الصيادات بالإصبع. اه sum of all sides. الاريا الاريا لما يكون الشيب عندي فيه four sides، الاريا equal ايه؟ لو سكوير مثلا والسايد ايكوال سايد تايمز سايد. لا انا عايزه يعني جنرال رول كده لاي حاجه نحسب بيها الاريا لما يكون فيه four sides، اللي هي البيس تايمز الهايت. بيس تايمز هايت او لينس تايمز ويدث، صح؟ البيس تايمز لا لا، ما ينفعش البيز والهايت، لان اللينس والويدث بتنفع بس في الريكتانجل او في السكوير، لكن في البارالوجرام طيب. يبقى بيز وهايت، اه. اه مش هينفع، او الترابيز مش هتنفع، رومبوس مش هتنفع. يبقى عندي الاريا البيس في الهايت. في في السكوير ماشي، هتبقى ال سكوير الاريا. في الريكتانجل هتبقى اللينس تايمز الويدث. اوكي ما فيش مشكله. طب تعالى ناخد كده اكزامبل عليها. مم، يلا نحل دي كده يا عمر. The length is less than exact by 15. less than 5 times الويدث by 50. 5 times less by اه 109. اللينس ده اللي هو ال يعني، والويدث اللي هو دبليو. يعني عندي 3 حاجات، ادي حاجة 2 وادي 50. مين الكبير اللي فيهم؟ ال 5x. 5 الويدث equal اللينس بلس 50، اللي هي 5 times الويدث. هو ده اللارج. يبقى ال 5 times الويدث equal اللينس بلس 50. يبقى دي الايكويشن بتاعتي. تمام يا عمر؟ تمام. طيب والاريا بقى بيقول لي اللي هي ايكوال ايه؟ ايكوال لينس تايمز الويدث. صح. يبقى اللينس تايمز الويدث ايكوال 100. equal. هنحلها زي السيستم. اه ما هي سيستم. هما 2 unknowns و 2 equation اهو. فانا يعني كده هنا دخلنا الدرسين في بعض. ما هو في الاكزام بيدخلك كل حاجه في بعض. حلو، كويس. يعني انا هنا هنعمل ديفايد 5 عشان ولا نودي، لا نودي ال 15 الناحيه التانيه. هنعملها كالكوليتر. ازاي تعملها بقى على الكالكوليتر دي؟ هنا في، خد بالك، هنا في ملتبلاي وهنا في بلس، فدي لازم هنعمل لها سبستيتيوت. عشان ملتبلاي. اه لو كانت هنا في بلس ماشي، كنا هنعمل لها مود 9 1 ولا مود 5 1.
فأنا هنا هودي ال 15 دي من الناحية التانية وبعدين نعمل substitute، يبقى هتبقى 5W minus 15، ونرجع نعمل هنا ايه بريبليس بقى. ريبليس أبدل بقى ونقعد نجمع بقى. أيوه، نبدلها كده. تعالى نبدل كده، يبقى هتبقى 5W minus 15 times W equal 180. دي على الكالكوليتر على طول كده نقول لها يعني شيفت سولف ايكوال، وربنا يستر بقى ما تطلعليش نيجاتيف فاليو. يا ريت ما تبقاش غبية. ساعات يعني شيفت سولف ايكوال تروح مطلعه لي نيجاتيف فاليو، فانا مش هينفع طبعا الويتس يبقى بالنيجاتيف، فهنضطر بقى نرجع ان احنا نحلها كوادراتيك ايكويجن ونضيع وقتنا. طلعت 7.6، طلعت كويسة. طب الحمد لله، يبقى الويتس عندي 7.6. نقدر نجيب اللينس، ماشي هنبدل نعوض هنا بقى بالواتش. ونجيب طب تعالى نشوف الاريا بتاعت باقي الحاجات. الترابيزم عشان بيحب يسألنا في كتير. احنا قلنا ان الاريا بتاعت اي حاجة ايكوال بس يكون في فور سايدز، البيس تايمز الهايت. تعالى ناخد الترابيزم، ادي الترابيزم اهو جميل. الترابيزم ميزته ايه؟ ان عندي تو سايدز بس ايه بارل، يعني ده بارل لده بس كده. سي البيز اللي فوق دي 3 واللي تحت دي 7، وادي الهايت اهو كمان مش هنزعله، ادي الهايت عندي 4، وبيقول لي انا عايز الاريا بتاعت الترابيزم. هجيبها ازاي؟ انا عارفه ان الاريا ايكوال البيز تايمز الهايت. الهايت عندي فوق ما فيش مشكله فيها. مم. طيب البيز هاخد اي بيز فيهم؟ الصغيره اللي هي ال 3 ولا هاخد ال 7؟ ال7. اشمعنى؟ غلط ولا ايه؟ لا هو مش هاخد ولا هاخد دي ولا دي، هناخد الافريج بتاعهم. يعني اشمعنى؟ اه اشمعنى انت تاخد الصغيره ولا اشمعنى تاخد الكبيره بس اللي هي يعني البيز؟ هاخد 5. اه يبقى انت الافريج بيز او الميديان بيز، البيز ميديان او الميدل بيز، يعني اللي هي هتبقى 7 بلس 3 ديفايد 2 اللي هي 5، اللي هي بتبقى هنا كده في النص. لان اساسا انا المفروض يعني تعالى شوف كده الريكتانجل، احنا بنقول البيز تايمز الهايت، يعني باخد ده البيز وده الهايت. فانا لو جيت حتى اخدت اللي فوق، ما اللي فوق قد اللي تحت. لكن هنا لا، لو انا جيت اخدت اللي فوق، اللي فوق صغير طب اللي تحت كبير، مش هينفع. ناخد اللي في النص. عشان كده بنعمل لها اب، فهتبقى هنا 5. الرول بتاعتي بتاعت الترابيزم اللي هي دايما كده كنا بنقول هاف B1 بلس B2 تايمز الهايت، يعني هي جت من كده. بجمع التو بيزز اللي عندي واعمل لها ديفايد 2 تايمز الهايت. وممكن يجيب لي كده في الاكزام، يعني هي جت في الايست 2 كده، يجيب لي ترابيزم كده، او يجيب لي مثلا دي اكس بلس 2، وهنا يلا اخليها 2 اكس، وهنا 5 اكس بلس 7، والبي ده اللي هو الميديان بيز، ويقول لي فايند البي اللي هي الميديان بيز. هتبقى كام البي بقى يا عمر؟ يبقى الاثنين التو ايكويشن بلس بعض ديفايدد 2. تمام، يبقى 2x بلس 2 بلس 5x بلس 7 ديفايد 2، يبقى هي دي الميديان بيز. طب الرومبوس والكايت، الرومبوس والكايت الرول بتاعتها ايه؟ الاريا هي ما جاتش قبل كده الرومبوس بصراحة. الرومبوس بيبقى شكله كده، اللي هما كل السايدز بيبقى ايكوال بعض، يعني زي مثلا ده 5 وده 5 وده 5. الاريا ايكوال ايه؟ هاف دي 1 دي 2. الدي 1 اللي هو الدايمتر ده، والدي 2 اللي هو الدايمتر.
يبقى ده D1 وده D2. دي الاريا بتاعت اللوكس، وهي نفسها بتاعت الكايت، يعني الكايت بس بيبقى شكلها كده. يبقى ده D1 وده D2، هي نفس اللوكس. تمام يا عمر؟ الاريا اوف رومبوس والكايت هتبقى تمام سهل. D1 D2. ناخد الاريا للباراليلوجرام، وناخد الرول كده، في رول جديدة كده شوية هنستخدمها. ادي باراليلوجرام اهو. الاريا ايكوال ايه؟ البيس تايمز الهايت. يعني ادي البيز اهي دي، وادي الهايت دي الهايت مثلا 5 ودي 7، يبقى الاريا هنا هتبقى 7 تايمز 5. تمام. دي تمام. الرول الاولانيه. في رول بقى تانية اللي هي بنحتاجها اكتر واللي هنستخدمها اكتر، اللي هي مش دي بقى، اللي هو سي مثلا اديني ده 5 والانجل دي سي مثلا 40. هنستخدم هي اس اللي هي سايد 1 تايمز سايد 2 يبقى تايمز، بس ثانية افتح الباب. ماشي اتفضل، ساين سيتا. دكتورة ميس. ماشي اتفضل. الاريا بتاعت الباراليلوجرام، لا اما هقول البيس تايمز الهايت، او هقول اللي هي اس اللي هي اس 1 سايد 1 تايمز سايد 2 تايمز ساين سيتا بتوين زم. يعني هنا عندي دي 7 ودي 5. لو انا عايزه اجيب الاريا هنا يا عمر، يبقى اقول له 7 تايمز كام؟ 7 تايمز 5 تايمز ساين 40. تمام، برافو عليك. على فكرة دي برضه تنفع في ترينجل. ما احنا لسه هنكتبها اهو. هنعمل كده هاف اس 1 تايمز اس 2 عشان هي دي بنستخدمها ساين 40، هي دي بنستخدمها كتير. يبقى التريانجل لما اقول له هاف البيس تايمز الهايت، او هاف اس 1 اس 2 ساين سي. الهايت طبعا انت عارف ان الهايت اللي هو بيبقى هنا. طب في حاجة بس كده ناخد بالنا، عشان هي اللي بتيجي دايما عندنا في الاكزام، لما يديني ايسوسيلس تريانجل زي كده، سي ده مثلا ايكوال ده، يبقى الالتيتيود او الهايت هو نفسه الالتيتيود. altitude يعني height. يبقى الهايت هيعمل بايسكت للبيز. يعني سي مثلا لو كانت دي كلها 10، يبقى الحتة بيبقى دي بايسكتو هايت. بيربنديكولار. اه، وهيبقى هنا. ايوه برافو عليك. امتى هيبقى كده؟ لما يبقى لازم يكون ايسوسيلس. لكن لو ما كانش ايسوسيلس يبقى مش هيعمل بايسكت. يعني لو كانت تريانجل كده، سايد كبير وسايد صغير، هيبقى بيربنديكولار ماشي اهو، بس مش هيعمل بايسكت. يعني الجزء ده مش قد الجزء ده اكيد يعني. امم بس احنا ايه كده، كفايه كده الجيومتري. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. ان شاء الله.